السلام عليكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة سلطة الجلبانة بطريقة مبسطة. باش نستحقوا 3 مكونات أساسية. اليوم الجلبانة، 3 كعبات سنيرية، كعبتين صغار بطاطا وإلا كعبة كبيرة. أول ما نبداو نخليو السفنيرية والجلبانة يفوروا مع بعضهم على خاطرهم ياخذوا وقت أكثر من البطاطا باش يطيبوا، وبعد وقت اللي يبداو يطيبوا شوية نضيفوا البطاطا. في المرحلة هذه مش نستحقوا معدنوس، شطر راس بصل صغير وسنانة ثوم، نهروشوهم جواد ونضيفوهم على الخليط قبل ما نطفيو بشوية ونغطيوهم باش يذبلوا. تويكا مش نحضروا الخليط هذايا اللي مش نصبوه فوق السلطة متاعنا. مغرفة كبيرة هريسة، مغرفة صغيرة ملح، ونص مغرفة فلفل أسود، نزيدو فوقهم زيت زيتونة، نخلطوهم مليح وبعد لك نصبوهم فوق السلطة متاعنا. بالنسبة للهريسة اختياري، تنجم تعمل هريسة عادية، انا عملت هروس عربي، تنجم تعمل الجملة كل حاجة الذوق متاعو. تويكا هوني السلطة متاعنا حضرت، ما بقى كان باش نزينوها بد ما تحبوا، شوية تون، شوية عظم بصموط، شوية زيتون، حسب الاختيار متاعكم. ان شاء الله تكون الوصفه نالت اعجابكم. ما تنسيوش باش تجربوها، وما تنسيوش زيدا باش تدعموني باللاجئ ولي كومونتير، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. تو ما بقى لي كان باش نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.